هلو. كنت قاعده كده فقلت ليه ما اوريكوش الحاجات اللي انا بجيبها هدايا لنفسي، كسوفونيرز من الاماكن السياحيه اللي بروحها. فهنبدا باول حاجه جبتها، كانت من الجيزه. كنت في اولى جامعه ورحنا التدريب الصيفي، فجبت حاجه. كنا في شهر 8، فجبت حاجتين. جبت باستت بحبها جدا بجد. جبت باستت وجبت اهرامات. دول سوا كانوا ب60 جنيه على ما اتذكر يعني. فممكن نجيب حاجات زي دي عادي جدا، وبيبقى في اماكن اغلى من اماكن وفي اماكن ارخص من اماكن، ف it depends انتوا فين وهتجيبوا ايه. انتقالا للاقصر واسوان جبت منها حاجات كتير قوي، مش قوي بس جبت من الاقصر. ماشي، مش فاكره كانت بكام، والاسعار هتلاقوها متغيره لان مثلا باستت والاهرامات كنا في 2023، فاكيد الحياه بتختلف. ف it depends بقى انتوا فين وبتجيبوا ايه والحاجات دي. جبت ده من الاقصر، وجبت دول، استنى، الاواني الكنبيه اللي بيتحط فيها احشاء المتوفى. كل حاجه بيتحط فيها حاجه، اوكي. فكان بيتحط مثلا المخ والكبد والاحشاء والامعاء والقلب كان بيفضل في مكانه عادي جدا عشان الميت يعرف يتحاسب. فدول من الاقصر. وجبت كمان مغناطيس، جبت دول بتوع التلاجة، ازيس تاني، عنخ. دول كانوا رخاص تقريبا، كانوا بايه، ده كان ب10، ودول كل واحدة فيهم كانت ب20 تقريبا، حاجة كده. اوكي. وجبت بقى من اسوان، جبت دول، ده عليه معبد ابو سمبل، so cute، يا رب يكون واضح بس. وجبت ده من اسوان برضو، دول كانوا سوا على ما اتذكر ب50 جنيه. وجبت بقى حاجات من دي لافراد الاسره، يعني دي بتاعت ماما، جبت واحده لخالتي واحده لبنت خالتي، وجبت بوك تاني لخالتي. جبت حاجات من دي لافراد العائله. وجبت ده ليا عادي جدا، من اسوان برضو، ده كان ب100 جنيه. زي النهارده من شويه، من سنه كنا في الاقصر واسوان، so yeah it's so nostalgic. حاسه اني كده. اخر حاجه رحناها كان شارع المعز، وجبت من هناك. بصوا، هي دي دلوقتي شكلها مجهد جدا، بس هي كانت سودة وكان شكلها لطيف، كان شكلها بجد محترم قوي. بس هي جت معايا الكلية واتفسحت شوية حلوين، فهي بتتقشر. فانا ما عنديش مانع عامة ان انا اشرب منها وهي عاملة كده، لان عادي الحياة، انت فاهم بقى. وجبت دول، في كمان واحد انا بستخدمه في اللي هي الفرشة بتاعتهم دي، ده كان ب50 جنيه. وجبت كمان دول من المعز، دول مش فاكره كانوا بكام بصراحه. كان عندنا بحث ميداني السنه اللي فاتت قبل رحله الاقصر واسوان، والبحث بتاعي كان عن جامع الاقمر، كان في المعز برضه. فاما رحت كنت مع عيلتي وجبت الشنطه دي من هناك، كانت متهيألي ب400 جنيه. كنا في شهر 11. وجبت كمان هديه لبنت خالتي من هناك، فهي كده من جوه وفيها بس دي. بس هي طبعا اتبهدلت، انا باخدها معايا الكليه وباخدها معايا في الحياه عامه، بس بحبها جدا الشنطه دي. دي كلها افكار لحاجات ممكن تجيبوها، يعني انا بحاول كل مكان اروحه، كل مدينه مثلا اروحها او كده، بجيب سوفونير من هناك. مغناطيس للتلاجة. في كمان كوسترز. اما كنت في شارع المعز برضو السنه دي مع الكليه، جبت 2 كوسترز. ده من الفتره الاسلاميه شويه، فهو حسيته لايق مع شارع المعز والثيم هناك عامه. وده عشان ريليتابل، شايل الحمول يا صغنن، فريليتابل فعلا، فحبيت دول قوي برضو. الواحد كان ب10 جنيه تقريبا. فممكن دي الحاجات اللي تتجاب. كل مدينه بروحها بحاول اجيب من هناك مغناطيس للتلاجة، بحاول اجيب من هناك تذكار في العموم. اما رحت المتحف المصري الكبير، جبت من هناك تي شيرت عليه رمسيس. جبت التي شيرت ده من المتحف المصري الكبير لما كنت هناك في العرض التفاعلي بتاع توت عنخ امون. هو كبير، اوكي، هو كبير، وانا بقيت بلبسه في البيت، فهو
من قدام كده عليه المكان The Grand Egyptian Museum كايرو ايجيبت كده، ومن ورا عليه مع شوية جماهير رمسيس الثاني في المتحف. ده التيشيرت المفضل بالنسبة لي في الصيف عامة، فهتلاقوه مجهد شوية كبير عشان ما كانش فيه مقاس غير ده، بس انا شبطت ان انا لازم اجيب تذكار فجبته. حلو قوي، ناعم قوي. لو هتروحوا المتحف الكبير اشتروا من هناك تيشيرت يا جماعة. وفي لو مش عايزين حاجة تبقى البادجت بتاعتها كبيرة، في مغناطيس تلاجة، في باستت، وفي حاجات كده كتير. كان الواحد تقريبا 80 جنيه وقت ما كنت انا هناك، معرفش دلوقتي بقى بكام. ممكن تشتروا حاجات تذكارات صغيرة، والحاجات مش بتكون عبيطة يعني. ده الواحد ب10، ده كان 650. اوكي التيشيرت دي كانت ب400. الشنطة ده كان ب100، كان عليه اوفر، كان ب100. اوكي الكوسترز ب10، وباستت والاهرامات كانوا ب60 مع بعض. اوكي دول ب50، دي كانت تقريبا ب120 حاجه كده. ودول بصراحه انا مش فاكره كانوا بكام. اوكي مغناطيس 2 مع بعض كانوا ب50، وفي واحد كان ب10 و20 و20 تقريبا. دول كانوا ب120 لو انا فاكره صح. دي على ما اتذكر كانت اغلى حاجه، كانت ب200 تقريبا حاجه كده، ب200 وحاجه، 240 حاجه في الحدود دي. انا مش فاكره قوي بصراحه. انا بأفور في التذكارات، انتوا ممكن ما تأفروش عادي يعني. انتوا ممكن تجيبوا بس مغناطيس تلاجة وهيبقى سعره عادي جدا. بس كده تهيألي دي كل الحاجات اللي عايزه اقولها. دي كل السوفونيرز بتاعتي، ودي الحاجات اللي انتوا ممكن تاخدوا منها افكار وتشتروا منها. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على البيل بutton. صح اسمه بيل بutton، الجرس. فعلوا الجرس يا جماعه. وبس كده، باي.